كانت قاعة العرش مليانة بكبار رجال الدولة، الوزراء، الفقهاء، القادة، كلهم كانوا مستنين العالم اللي هيحل مشكلة السلطان محمود الغزنوني حاكم خوارزم والأقاليم اللي حواليه. السلطان كان قاعد على العرش ومتشوق يعرف مين هو العالم ده، لكن الوزير كان متوتر وعصبي لأنه فشل في حل المشكلة وكان قلقان من اللي هيجي يحلها. الحاجب قال بصوت عالي: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. ودخل أبو الريحان القاعة. المفاجأة إنه كان صبي صغير عنده 14 سنة. الناس كلها بصت عليه بدهشة. الوزير كان مش مصدق وقال بغضب: مش معقول، مش معقول، ده طفل صغير. السلطان بص للوزير نظرة حادة جدا ورجع بص للبيروني وقال له: اقترب يا أبا الريحان. أبا الريحان قرب من السلطان وانحنى بأدب، والسلطان قال له: سمعت من أستاذك أبو النصر ابن عراق بيقول إنك أنبغ تلاميذ متفوق في الرياضيات وعلوم الفلك وعندك معرفة كبيرة بالجغرافيا والتاريخ. أبو الريحان رد: كل ده بفضل تشجيعك للعلم والعلماء يا مولاي. السلطان قال: لازم أستاذك قالك إن أنا بحكم مملكة بتمتد من حدود الهند لغاية بلاد الفارس، فيها عشرات القرى والمدن والبلدان، ومع ذلك معرفش مساحتها ولا أعرف قياسها، فأنا عايزة أعرف طول وعرض مملكتي. الوزير اتدخل وقال بغضب: دي مسألة شاقة يا مولاي، استخدمنا رجال كتير لكن الأرض مليانة جبال ووديان وأنهار وبحار ودي حاجة مستحيلة. السلطان بص لأبو الريحان وسأله: إيه رأيك في الكلام ده؟ أبو الريحان قال بهدوء: الوزير عنده حق يا مولاي، لكن المهمة صعبة مش مستحيلة. الوزير قال بغضب: إزاي؟ قول لنا إزاي؟ أبو الريحان رد بكل هدوء: لو اعتمدنا على الحسابات الهندسية وزوايا الظل هنقدر نوفر جهد ومال وهنجيب المقياس الحقيقي. السلطان قال بدهشة: الحسابات الهندسية، زوايا الظل، ممكن توضح لنا أكتر؟ أبو الريحان فرد الورقة اللي معاه وقال: دي نتيجة التجربة اللي عملتها. استنيت لما الشمس بقت عمودية على مدينة غزنة واتأكدت إنها عمودية لما انعكست أشعتها على أحد الأبواب، وسافرت في نفس اليوم لمدينة شيراز وقست زوايا الشمس هناك هي كمان، وبالحسابات الهندسية ومقدار الفرق بين زوايا الظل بين المدينتين قدرت أعرف المسافة ما بينهم وهي 150 فرسخ. الوزير قال بثورة: مستحيل يا مولاي، الشمس بعيدة عننا جدا، ازاي نقدر نتأكد من المسافات دي؟ أبو الريحان رد بكل هدوء: الحسابات الدقيقة ممكن توصلنا لأي نتيجة وبيها نقدر نقيس مساحة الكرة الأرضية نفسها. السلطان قال بشوق: إيه ده؟ هو أنت قدرت تعرف مساحة الكرة الأرضية كلها؟ أبو الريحان قال له: أيوة يا مولاي، قست ارتفاع جبل عالي جدا في الهند بيطل على سطح أملس زي سطح البحر، وقست كمان زاوية انخفاض دايرة الأفق وحسبت نصف قطر الأرض، ومنها قدرت أستخرج محيط الكرة الأرضية. السلطان قال بتعجب: إذا كان كلامك ده حقيقي يبقى أنت ولد ممتاز، هل بقى تقدر تقيس مملكتي؟ البيروني قال له: طبعا يا مولاي، هنقيس المسافة بين كل المدن عبر كل الحواجز والموانع الطبيعية، وبعدين هنجمع خطوط الطول والعرض منها نقدر نستخرج مساحة المملكة. الوزير قال بغضب: مش قبل ما نختبر الطريق؟ هنقيس المسافة بين غزنة وشيراز وإذا كنت صح هعترف بدقة حساباتك يا سيدي. السلطان وافق، وفي اليوم التالي القياسين قاسوا المسافة واستغرقت الرحلة 10 أيام، ولما رجعوا الوزير بكل كسوف اعترف وقال المسافة طلعت 150 فرسخ زي ما البيروني قال. السلطان كان سعيد وقال هنطبق طريقته في قياس كل المملكة، وكمان هتكفل بتعليمه وتثقيفه. البيروني يا جماعة بقى واحد من أعظم علماء عصره، وبرع في الهندسة والفلك، وألف كتب في المقاييس والموازين وكمان في الفلسفة والتاريخ. كتب أكتر من 180 مؤلف جمع فيه كل العلوم والنظريات عن الكون. اترجمت كتبه للغات كتيرة جدا، وكان دايما مؤمن بضرورة المشاهدة والرصد والتتبع والتجارب. معاكم مروة بكر.